وزن، وفي مصر ناس طبعا وزنها طبعا اثر عليهم. ده حقيقي، اثر ده عليهم. حقيقي. يعني بدون ذكر اسماء، يعني في لعيب مشهور في النادي الاهلي مشي من النادي الاهلي، كان مشكلته الاساسيه عدم الالتزام والوزن كان بيزيد، وممكن كلكم، وكان حريف جدا، مش هقول لكم اسمه ايه. انت ده حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقي. ما انا بقول لحضرتك احنا السمنه دي بس مش مرض للعيان بس، ده مرض بيأثر عليه نفسيا وعضويا زي الكبد الدهني والضغط والسكر، ونفسيا، وكمان بيأثر على شغله وعلاقاته، وفي ناس بتأثر عليها كمان في العلاقات الزوجيه. طبعا احنا انا شفت عيان وجالنا قال انا مش عارف، وده بيأثر على علاقته في بيته واسرته وانجابه للاطفال. فطبعا احنا عندنا مشكله كبيره جدا جدا جدا. وبقى الحمد لله دلوقتي بقى فيها عمليات بتتعمل بتقنيات عاليه تقدر تخلي الانسان يتخلص من كل ده. والناس اللي كمان اللي عندهم الاوبستراكتيف سليب ابنيا، الناس اللي هم ما بيقدروش ياخدوا نفسهم ويقوموا على كرشه نفس بسبب الوزن الزايد. ودي مشكله، وبانت المشكله دي اكتر في عصر الكوفيد مع الكورونا. بقى ضربتين في الراس، بيتبهدلوا. فلا انت عندك دلوقتي اداه وعندك وسيله الحمد لله بوسائل امان عاليه جدا ومتابعه عاليه جدا تقدر تخليك تتخلص من كل هذه الاشياء. احنا بنقول عمليه التكميم مثلا بتاخد كام؟ نص ساعه ل 45 دقيقه، وعمليه الحمام بتاخد مثلا ساعه وربع. طبعا هي مش ما بتحسبش كده، حضرتك عارف القصه دي، بس احنا بنقول للعيان لا، انت عندك مشكله حقيقيه محتاج ان انت تقدم على ان انت تغيرها قبل ما القطر يفوت.